اذا هذه اللي كتسناو، يعني غنحاولوا نكملوا هاد السلسله ديالنا وغنهضروا على شعبة ممرض متعدد التخصصات. بزاف الناس كيتسناو هاد يعني هاد الفيديو هدايا نحاول نهضر على هاد الشعبة هادي اولا هاد لوبسيون، يعني اللي كاينه في التخصص ديال يعني العلاجات التمريضيه. المهم بالنسبه لهذا التخصص هذا نحاولوا نشوفوا نفس الحاجه، نحاولوا نشوفوا يعني شحال كتقبل عتبة الانتقاء، شنو هو الادوار ديالها، وايضا نحاولوا نشوفوا يعني شنو كيدوزوا بالنسبه يعني لهذا التخصص شنو كيدوزوا هادي. المهم نبداو باول حاجه اللي هي هاد الشعبه هادي شكون اللي كيدفع لها، وعتبة الانتقاء. بالنسبه للشعبه ديال هاد الشعبه هادي اللي هي ممرض متعدد التخصصات، اللي هي هذه اللي كتشوفوها، كيدفعوا لها جوج ديال الشعب. شعبة علوم التجريبية وعلوم الرياضية اللي هي هذه كما كتشوفوا. كيدوزوا في مواد الاختبار، كيدوزوا اللغة الفرنسية وعلوم الحياة والأرض. بالنسبة للدروس اللي خاصكم تراجعوا ديجا بارطاجيتهم يعني الناس ديال الاس في تي، ديك الدروس مجموعين كاملين مكمولين. الا شفتوا يعني الكونكور القدام ديال ممرض متعدد التخصصات غتعرفوا يعني هاد الدروس هادو هما اللي قلت لكم راجعوهم، هما اللي خاصكم تراجعوهم حيت كاينين في الكونكور القدام. بالنسبه لهاد الشعبه هادي كما كتعرفوا مطلوبه بزاف، حيت يعني عدد المقاعد ديالها هو كتير. عليها كنشوفوا المجال العتبة الانتقاء ديالها كتختلف من مدينه لمدينه. يعني المدن الكبرى فكتكون عتبة الانتقاء شويه طالعه، يعني كتكون واصله حتى 13، تقدر تكون 12 ونص على حسب، لانه المدن الكبار هادوك المدن الكبار شعبة ممرض متعدد التخصصات هي واحد الشعبة اللي هي معروفة، وعدد المقاعد ديالها واخا هو كتير، فعتبة الانتقاء في المدن الكبرى كتكون عالية واحد شوية، يعني كتكون 12 ونص 13 بحال هكا، وكتوصل حتى 14 في بعض المدن الكبرى. اما بالنسبة للمدن الصغرى تقدر تهود حتى 11 10 بحال هكا، يعني على حسب المدينة اللي دافع انت فيها. وكما كتعرفوا هاد الشعبة بالضبط فكاينة في جميع المدن، فعليها كما كنقولوا انه واخا عندها عدد المقاعد اللي هو كتير، فعتبة الانتقاء ديالها كتختلف من مدينة لمدينة أخرى. كاين الناس اللي تقبلوا فيها ب11، وكاين الناس اللي تقبلوا فيها ب13، وكاين الناس اللي ما تقبلوش فيها ب13، على حسب كل مدينة وعتبة الانتقاء ديالها. حنا كنحاولوا نعطيوكم كفكره وصافي. دونك الفكره اللي غتاخذوا عليها هي ان واحد الشعبه اللي كتقبل بعتبة الانتقاء اللي هي متوسطه، تقدر تكون 12 ونص، تقدر تكون 13، تقدر تكون 14، على حسب المدينه انت اللي فيها وعلى حسب الناس اللي دفعوا فيها. مثلا نعطيكم كمثال، المدينه ديالك نتايا فيها 100 واحد، يعني 100 واحد كيهزوا 100 واحد باش يدوزوا يعني 100 واحد في الاخير في الريزولطا ديفينيتيف. فكيحاولوا هما يهزوا مثلا، نعطيكم كمثال، يهزوا مثلا 1000 واحد في ديك الشعبه في ديك المدينه. فكيجيو كيشدوا مثلا الناس اللي دفعوا في ديك المدينه، ديك دفعوا مثلا واحد 2000، ديك 2000 على حسب النقط ديالهم كيستفوهم حتى كيوصلوا ل1000. صافي 1000 ديك الساعات كتحد البري سيليكسيون، كيوزو ديك 1000 كيمشيو كيدوزو يعني كيدوزو الكونكور ديالو. وتما فين كتحبس عتبة الانتقاء، تقدر تكون 12، تقدر تكون 13، تقدر تكون 14، على حسب الناس اللي دافعين والنقط اللي عندهم. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه بين قوسين. ندوزو دابا للتعريف ديالها. المهم هي واحد الشعبه الوحيده اللي كيهزوا فيها عدد كبير من الناس. بعض المدن كيهزوا 60 70، وكاين اللي كيهزوا حتى 100 على حسب الخصائص. هاد الشعبه كتواجد في جميع المدن اللي فيهم السبيس كما قلت لكم. دونك هادشي اللي كاين. وباش تاكدوا حاولت نجيب لكم هاد المرفق، هاد الجدول هذا ديال توزيع المقاعد باش تعرفوا نتوما. المهم ها هي ممرض متعدد التخصصات، هي هذه اللي في الجناب هنايا اللي كتبان لكم. كما كتشوفوا الرباط كتهز 70، القنيطره كتهز 80، 90 فاس، 60 في مكناس، 80 تازه، مراكش 80. كما كتشوفوا انه هاد الشعبه هذه هي الاكثر اللي عندها اكثر عدد المقاعد. يعني الا شفتوا في هاد الشعب كاملين اللي حداهم فكاين 30
كاين 30 كاين 40. وفي هاد الشعبة كتلقى 70 80 90 حتى 100 كاينة في بني ملال. كما كتشوفوا هنا بني ملال فيها 100 واحد، وعندكم خنيفرة فيها 60. في المجموع ديال المقاعد اللي كاينة 1755، يعني أكثر عدد ديال المقاعد في الشعاب. مهم ندوزو دابا الدراسة فيها. يدرس طلاب هاد الشعبة العديد من الاختصاصات، كما كنقولوا انهم متعدد التخصصات، دونك يدرسوا بزاف ديال الاختصاصات، وهذا الشيء اللي كيخليهم يخدموا في كل شيء تقريبا. يعني خاصك تخدم في اي بوست حطوك فيه على حساب فين احتاجوك هما. فين يمكن يخدموا صحاب هذا التخصص؟ يقدروا يخدموا في جميع المراكز الصحية القروية والحضرية، وكذلك المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية بجميع مصالحها باستثناء مستودع الأموات اللي ما كيخدموش فيه. وتقدر تخدم يا إما في القرى أو البوادي أو المجال الحضري على حسب الخصائص فين كاين، لأنه ماشي انت اللي كتختار فين كتخدم، فهما اللي كيختاروا لك فين كتخدم، لأنك واخد واحد إجازة في ممرض متعدد التخصصات. دونك عندك بزاف ديال التخصصات وهما كيختاروا لك يعني على حسب الخصائص اللي كاين. بالنسبه للبكالوريا المطلوبه في هذا التخصص، يعني الناس اللي كيدفعوا، فكاين 3 ديال الشعاب ديجا هضرنا عليهم. عندك علوم رياضيه وعلوم تجريبيه اللي فيها علوم الحياه والارض، وايضا علوم فيزيائيه. يعني هادو هما الشعاب اللي كاينين. بالنسبه للمواد اللي كيدوزو، كاين 2 المواد: علوم الحياه والارض SVT اللي هضرنا عليها بزاف، وديجا يعني هذا التخصص هضرنا له بزاف ديال الفيديوهات على هذا التخصص، خصوصا SVT يعني كاين الكوريكسيون من الكونكور ديال 2013 حتى 2023. كاينه اللغه الفرنسيه حتى هي على شكل QCM يعني ماشي QCU، ماشي كيسيون شوا اونيك، فهو كيسيون شوا ملتيبل، يعني يقدر يكون جواب صحيح واحد، يقدر يكون 2، يقدر يكون 3. اللغه الفرنسيه حتى هي هضرنا على كيفاش تقدر توجدها وكذا، فحاولوا توجدوها مزيان لانها حتى هي يعني عندها واخا معامل واحد و SVT معامل 2، فهي حتى هي يعني كتعاون باش انك تجيب الكونكور ديالك، لانه كلشي كيخدم SVT وكينساو اللغه الفرنسيه. دونك هادشي كامل اللي قلناه فكاين في هاد يعني في هاد كملخص صغير ديال شعبات متعددة التخصصات. يسمحوا تكوين الممرضين والممرضات متعددي التخصصات بتدريب أطر أكفاء في مهن الصحة، يتميزون بدرايتهم وتكوينهم في العديد من المجالات، مما يتيح لهم العمل في مختلف مصالح الاستشفائية. ممرض متعدد التخصصات هو أكثر الشعب إقبالا في سوق الشغل، أو من الشعب التي تمكنك من فتح عيادتك الخاصة. الشعبة الوحيدة التي تفتح لها مباريات توظيف كثيرة في مجالات عدة خارج قطاع الصحة. الشعبة الوحيدة التي توجد بجميع المعاهد. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. هاد الشعبة هضرنا عليها، هضرنا على كل شيء. لا عندكم شي سؤال ولا شي حاجة حطوه تعليق.